لما دخل الرئيس السادات في مفاوضات مع الإسرائيليين كان عنده هدف استراتيجي أساسي، وهو الانسحاب الكامل من الأراضي المصرية المحتلة، وكان شعاره في المفاوضات ولا شبر واحد ولا حبة من رملة سيناء. والهدف الثاني كان حل المشكلة الفلسطينية، مع إن الفلسطينيين نفسهم كانوا رافضين عملية السلام وبيهاجموها، وعلشان يوصل لهدفه كان لازم يواجه واحد من أصعب خلق الله وهو مناحم بيجن. والغريب إن السادات ما كانش بيواجه مناحم بيجن بس، لكن كمان كان بيواجه أعضاء الوفد التفاوضي المصري نفسهم، من أول وزير الخارجية محمد إبراهيم كامل اللي استقال قبل توقيع الاتفاقية لحد أصغر عضو في الفريق، ما عدا الدكتور أسامة الباز اللي فضل مع الرئيس من أول لآخر لحظة. السادات كان رجل دولة بيفكر بشكل استراتيجي ومش بيبص تحت رجليه، وعارف إن التفاوض يعني هات وخد، لكن كل أعضاء الوفد كانوا موظفين ومتمسكين بالتفاصيل الصغيرة والشكليات اللي ممكن تضيع كل حاجة والأرض ما ترجعش. وقبل ساعات من توقيع الاتفاقية قرر أعضاء الوفد يواجهوا السادات بمخاوفهم، واللي اتبرع عشان يروح يقابل الرئيس ويقول له كان السيد نبيل العربي وزير الخارجية وأمين الجامعة العربية، ووقتها كان مدير الإدارة القانونية بوزارة الخارجية. نبيل العربي طلع على مكان إقامة الرئيس اللي قابله كويس جدا وقال له اتفضل يا ابني، خير في إيه؟ نبيل العربي قال له يا رئيس احنا معترضين على الاتفاقية. السادات ولع البايب بتاعه وسأله معترضين على إيه؟ نبيل العربي ابتدى يقول الاعتراضات، وكانت كلها متعلقة بمسألة فلسطين بشكل أساسي، وخصوصا القدس وبعض المسائل الشكلية الخاصة بالتواجد المصري في سيناء وإخلاء المستوطنات. الرئيس السادات سمع كل كلامه بهدوء شديد وبعدين سأله خلصت؟ نبيل العربي رد وقال له ايوه. السادات قال له بص يا ابني، انا سمعت كل كلامك من غير ما اقطعك، عشان ما حدش يقول اني لا بسمع حد ولا بقرا التقارير بتاعتكم زي ما بتقولوا عني من ورا ظهري، لكن كل اللي قلته دخل من ودن اليمين وخرج من الشمال. سامحني في الكلمه، انا رجل دوله وانتوا شويه سباكين، انتوا ما بتفهموش في السياسه ولا التفاوض، وبتبصوا على الاشجار وانا شايف الغابه كلها. انا فلاح من المنوفيه، والفلاح لما يبقى عنده حته ارض بيحط حديده في اولها وحديده في اخرها ويقول دي بتاعتي، وبعدها جاره ما يقدرش يقرب منها. وهو ده اللي انا عملته في سينا. بالاتفاقيه اللي مش عاجباكوا دي انا هحط حديده في اول سينا وحديده في اخرها وكله بتوقيعهم. انا راجل واقعي وعندي استراتيجيه عليا، ارض ترجع واي حاجه تانية سهله، لكن انتم موظفين. السياسه مش كلام في الهوا غير قابل للتنفيذ، وكل اللي بتتكلموا فيه تفاصيل ملهاش قيمه، والزمن هيثبت كلامي. عندي شويه قيود في سينا وماله، انا في 73 كان قدام القناه وخدت بارليف وعديتهم في 6 ساعات، وبعد الاتفاقيه دي لو حصلت حاجه قوتي هتبقى في 6 ساعات داخل اسرائيل، وكله مع الوقت هينتهي. ثم انا معايا تعهدات من جيمي كارتر اقوى رجل في العالم، وكل المستوطنات في سينا هتتشال. وبالنسبه للفلسطينيين انا عملت كل اللي اقدر عليه، لكن ما قدرتش اجيب لهم دوله. حاولت، بس ده الوضع وموازين القوه، لكن جبت لهم حق تقرير المصير وبدايات الحكم الذاتي، وهم وشطارتهم. هم بيشتموني وانا هسيبهم وبكره هيندموا. وبرغم كده نبيل العربي والوفد المصري ما اقتنعوش برؤيه السادات، وكمان قطعوا حفل توقيع الاتفاقيه في البيت الابيض. لكن الرئيس اتعامل انهم ولاده ومش فاهمين وما خدش اي اجراء ضدهم، مع ان كان عنده سلطه يفصلهم كلهم، زي ما نبيل العربي نفسه قال بعد كده في شهادته على الواقعه دي. وتفوت الايام ويعرف الكل ان السادات كان سابق عصره، ولولا اللي عمله الارض عمرها ما كانت هترجع. اما بالنسبه للفلسطينيين فياسر عرفات بنفسه اعترف بعد سنين ان كامب ديفيد افضل 10 مرات من اتفاق اوسلو اللي عمله مع الاسرائيليين، وحتى في المفاوضات طلب تضمين بنود فلسطينيه اللي في اتفاقيه كامب ديفيد في اتفاقيه اوسلو، لكن رفضوا طبعا وقالوا له انت متاخر 15 سنه. رحم الله العبقري البطل الشهيد انور السادات.